هو أكيد أن سيتي التغييرات كانت لها دور كبير فيما شاهدناه في الشوط الثاني على المستوى صناعة الفرص، خاصة لما نتكلموا على جودو على دوكو وكذلك سافينو. على المستوى الصناعة شاهدنا تغيرت المباراة بشكل كلي، بمعنى على الواحد ضد واحد لاعبين سؤال. هنا خسارة شرخي الكرة وبسرعة تحول ساوثهامبتون. الحقيقة عزاز سجل هدف ممتاز جدا، استعمل فيها الذهن، استعمل فيها ركن الكرة، كانت صعبة على حارس المرمى. هنا تغيرت المباراة، أصبح سيتي تحت ضغط كبير، ضغط النتيجة، يعني تأخر في النتيجة. هنا شاهدنا مباراة ثانية يعني سجل منها دوكو للهدف اللي سدد كم من تسديدة. سيتي سدد كثير من التسديدات، لكن لكثرة اللاعبين أو كثرة اللاعبين في منطقة 18 كانت الكرة دائما ترتتم وأخذ القرار سيء. ثم يأتي هدف نيكو غونزاليس بالتسديد. هنا دور لاعبين الارتكاز، لأن بعض الأحيان تعجز على أن تجد المساحة لأنه كثرة اللاعبين، فلا بد أن تحل بالجرأة، تحل بالجرأة بالتسديد. تسديد غونزاليس معناتها مارو في الأخير سجل الهدف الثاني. في الأخير أعود أنه اللاعبين الذين أصحاب الجودة العالية كانوا لهم الدور الرئيسي في صناعة الفارق. وهدف ساوثهامبتون أنا أعتقد كان بشرة خير، لأنه حرك المباراة وجعل المباراة مشاهد ما يقارب ربع ساعة كانت ممتازة على مستوى عالي جدا. أهداف جميلة من تسديدات، سواء هدف ساوثهامبتون الأول والهدف الثاني لمانشستر سيتي، جميلة في متابعتها في مشاهدتها كذا. كل الأهداف لا في صناعتها ولا في تصميمها ولا في انهائها رائع. هذا على طريقه هاري كين. هاري كين هو اللي كيسجل حلب هاري كين، بيكام، ديل بييرو. صحيح، ولكن هاري كين عودنا من هذا المكان وبهذه الطريقه الالتفات وتلك الدوران بالكره، ثم وهذا التصويبه الصاروخيه رائعه جدا. اهداف كانت جميله جدا، لكن كما توقعنا بان السيناريو الشوط الثاني سوف يكون مغاير، بداية بالتغييرات اللي قام بها. أولا غوارديولا أراد أن يدخل اللاعبين اللي عندهم نسق المباريات والسرعة أيضا، وأيضا يلعب كثير على الأطراف عوضا أن يمر من العمق. دخل دوكو ثم دخل سافينيو. قد تكون التغييرات هي دور كبير رئيسي كما نتابع. شوف هذه البداية، شوف هذا الحوار الأول، دخول دوكو وسافينيو. الرد كان سريع من مدرب إيكارت، مدرب ساوثهامبتون. لماذا؟ لأنه غير لاعبيه أيضا وسط الميدان، وأصبح لأنه تخوف من سافينيو ومن دوكو، لأنه زاد لاعبين على الأطراف. شوف حوار، وهذا يعني هذا التغيير الثاني، يعني التغييرات الثانية هذه بعد دخول هالاند. لكن كان حوار كبير جدا ما بين المدربين، لكن في الأخير من لديه